اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناه مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. النهارده هنعمل موتشا. الولاد يحبوها موتشا بالايس كريم، وبره بتتباع غاليه جدا. احنا هنعملها في البيت في منتهى البساطه وبسعر رخيص جدا. اول حاجه عندي الايس كريم اي نوع انت حباه. انا عندي فراوله وعندي كارمل. هنجيب الصينيه بتاعه الكب كيك وهنحط عليها الورق بتاع الكب كيك اهو، سواء انت حابه الحجم الصغير او الحجم الكبير. هنعمل وحدات كده بالشكل ده اهو، هنحطها كده لده وهرجعهم الفريزر. بس هعمل الكميه طبعا بتاعتي كلها وهحطهم في الفريزر، وهنبدأ نعمل مع بعض العجينة في منتهى السهولة. يلا بينا. اول حاجة عندنا دقيق الرز، بس مش اي رز يعني ينفع ان احنا نطحنه ونعمل بيه، مش هيبقى حلو. لا، لازم الرز ده اهو سويت رايس فلاور، سعره رخيص مش غالي. هناخد منه نص كوباية، هنحطها كده في البولة. وعندنا بالمعلقة الكبيرة معلقة سكر، وعندنا نشا الذرة ده عندنا ربع كوباية، هنحطها كده وهنقلبهم كده بالشكل ده اهو. وبعد حبايبي ما قلبت المواد الجافة على بعضها، جبت كوباية مية باردة، وعايزة اللون الأحمر حطيت نقطة كده وبقى بالشكل ده اهو. ودلوقتي بقى يا إما هنحطه في الميكروويف يبقى ياخد دقيقة ونقلب، وبعدين نحط دقيقة تاني ونقلب لغاية ما يتماسك معانا. ولو مفيش الميكروويف يبقى على حمام مائي، بتبقى بنجيب حلة وبنحط فيها نصها مية وبنحط عليها الإناء بتاعنا دوت، وبنسيبه لغاية ما برضو كم دقيقة كده لغاية ما يجمد، وبعدين هنشكل ونكمل مع بعض. أنا دلوقتي هفضيه في بولة كده بتدخل الميكروويف بالشكل ده اهو كده، وهغطيه وهدخله الميكروويف دقيقة ونشوف هنقلبه. وبعد الدقيقة في الميكروويف دلوقتي هنقلبه ونشوف بقى شكله ازاي كده. هنقلبه كده حلو. قلبت حبايبي بالشكل ده، ودلوقتي هدخله الميكروويف نص دقيقة. انا الاول اديت لها دقيقة، ودلوقتي بقى هنغطيها تاني وهنسيبها نص دقيقة. ودلوقتي حبايبي العجينة بقت بالشكل ده. جبت معلقة زيت وهعمل كده اهو. ودلوقتي بقى هجيب نشا وهفضيها على النشا بالشكل ده حبايبي. حطيت نشا وحطيت العجينة عليها، وبعد كده هنعملها من جميع الجهات. ودلوقتي بقى هنفردها حلو. وفردت العجينة بالشكل ده حبايبي، وهنجيب القطاعة بتاعتنا وهنعمل كده اهو الوحدات بالشكل ده اهو كده. وهناخد بالقطعة بالشكل ده حبايبي السمك بتاعها اهي، وهناخد بالقطعة كده، وهناخد الايس كريم اللي احنا مجهزينه اهو، وهنحط كده وهنقفلها. واهو يا حبايبي ده شكل الموتشا ايس كريم. بصي بعد ما دخلتها التلاجة اهي بالشكل ده. انا عملت حجم صغير وحجم كبير، بس انا عشان لسه مطلعاها من الفريزر فعلشان كده ان هي ايه لسه مجمده جامد اهي. الموتشا ايس كريم اهي، انا عملت حجم كبير وحجم صغير اهو. الحجم الكبير انا قطعته، واهو الحجم بالشكل ده اهو. بصي اهو الايس كريم جواها بالشكل ده، ايس كريم الفراوله كده، وبألف هنا.